لما يغضب بلطجية العالم من محمد بن عبد الله ودين الإسلام. لما يحصل كده، افتكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل 1500 سنة، شخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة، نشأ في بيئة بدوية، كان بيقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما صدقوهوش، وكان عمه بيجري وراه بالحجارة وبيقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. في أقل من 100 سنة دولته حكمت أغلب العالم. والآن أنا بكلمك وفي 2 مليار شخص بينتسبوا ليه، 2 مليار مسلم، وأكتر من 50 دولة، وأكتر من 22 دولة بيتكلموا لغة الدين ده. وتأمل، ده النبي الوحيد اللي كان ليه دولة بالصورة دي. موسى عليه السلام مات وما حققش الدولة. عيسى عليه السلام على ادعاء النصارى صلب ومات وما كانتش ليه دولة طبعا. فده الشخص الوحيد اللي أرسل من الرب سبحانه وتعالى وادعى النبوة وكان ليه دولة دانت ليها الدنيا وليه أتباع بالصورة دي. فليه بلطجية العالم ما يغضبوش منه؟ ولذلك قبل 100 سنة بس من دلوقتي كانت في الدولة العثمانية كانت بتمثل 43 دولة، 43 دولة، فطبيعي إنهم يغضبوا منه. وخصوصا لما يقول لهم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.